في مواجهة اتسمت بالندية التكتيكية العالية، خرج المنتخب الجزائري متعادلا سلبا مع الأوروغواي في اللقاء الودي الذي احتضنه ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية. محاربو الصحراء دخلوا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على غواتيمالا بسباعية دون مقابل، وسعى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لاختبار جاهزية التشكيلة أمام خصم من العيار الثقيل يقوده المدرب الخبير مارسيلو بيالسا. الشوط الأول اتسم بالصرامات التكتيكية من الجانبين، حيث سيطر المنتخب الجزائري على الكرة في الدقائق الأولى محاولا اختراق دفاع الأوروغواي المنظم. في المقابل اعتمد السيليستي على الهجمات المرتدة السريعة بقيادة فالفيردي، لكن يقظة الدفاع الجزائري والحارس لوكا زيدان حالت دون وصولهم للمرمى. في الشوط الثاني ارتفع رتم اللعب قليلا مع إجراء عدة تغييرات، حيث دفع فلاديمير بيتكوفيتش بأسماء هجومية لكسر حاجز التعادل، إلا أن المباراة اتسمت في انحصارها في منطقة وسط الميدان مع غياب الفرص المحققة للتسجيل، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي. تأتي هذه المباراة كاختبار حقيقي للناخب الوطني قبل الدخول في معترك المونديال في جوان القادم، حيث يتواجد المنتخب الجزائري في مجموعة صعبة تضم الأرجنتين، الأردن والنمسا. التعادل أمام المنتخب الأوروغواي المصنف 17 عالميا يمنح مؤشرات إيجابية حول الصلابة الدفاعية والتنظيم الذي وصل إليه رفقاء رامي بن سبعيني.